السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل احلى فطار معاكم النهارده. احنا هنعمل مكرونه بالبشاميل، وهنعمل ان شاء الله صينيه جلاش حلو قوي هتعجبكم. بس احنا معانا ايه؟ احنا معانا انا جبت الكبر والقوانص دي، غسلتها غسله حلوه وخل وليمون عشان ريحه الزفاره، وبعد كده سلقتها وقمت عاملاها يعني ايه، قطعتها حتت صغيره زي ما انتم شايفين. بعد كده برضو معايا نفس برضو نص صدر فرخه، قلت هعمله برضو، ممكن اعمله للجلاش. يعني انا ممكن اعمل الكبد والقوانص للمكرونه. وبعد كده معايا بصلتين حلوين، ومعايا يجي معايا 4 فلفلات عشان هقسم شويه للكبد والقوانص، وشويه ان شاء الله للشاورما. يعني قولي شاورما، قولي فراخ بالخضار، وان شاء الله الطريقه حلوه قوي. انا سلقت المكرونه، بس هنعمل ايه الاول؟ انا هبدا الاول معاكم بالبشاميل عشان يعني يبرد وكده. انا حطيت هنا في الحله اللي قدامكم ديت 3 معالق زيت. هحط 3 معالق دي، بسم الله. ونقلب تقليبه حلوه. معايا كيلو لبن، طريقتها حلوه مش هتاخد مننا ايه وقت وتغيير في الفطار. الجلاش او بتاع المكرونه، لو عندك شويه كبد وقوانص ممكن تعملها. انا بعمل كده بصراحه، واولادي بيحبوها بصراحه، بتبقى حلوه قوي قوي. في ناس بتعمل ربنا مقدره بتعمل ايه، اللحمه المفرومه، ما فيش مشكله. عاوزه تعملي المكرونه باللحمه المفرومه ما فيش مشكله. بس انا جبت صدور الفراخ وقطعتها حتت جوليان زي الشاورما، وقلت اما اعملها النهارده كده هي والجلاش. لازم تحمصي الدقيق حلو عشان ريحه الدقيق ما تجيش معاكي في البتاع البشاميل. وكده احنا خلاص كده حمصناها تحميصه حلوه. احنا هنحط الاول ايه؟ احنا هنحط اللبن. بسم الله. على طول لازم ايدك في اللبن عشان ما يكتلش معاكي. انا هفرق كله على بعضه على طول كده. ما احنا قلنا ايدينا لازم تبقى في البشاميل على طول. انا اهوت. طبعا اللبن كان ساقع ما كانش سخن. شوفوا اهوت، بسم الله ما شاء الله. كل الدقيق داب في قلب اللبن. احنا هنسيبه شويه، وبرده هرجع تاني اقلبه. هنوريكم عشان ننتهي ونعمل ايه البشاميل بتاع الشاورما. بسم الله. انا هحط البصل الاول، مش هحط الفراخ، عشان انا هحط البصل والفلفل، وبعد كده اقسمه شويه للكبد بالقوانص وشويه بتاع الفراخ. نقلب لغايه ما الفلفل البتاع البصل يدوب معاكي. بصلتين حلوين كده عشان يكفوا الفراخ وبتاع الكبد والقوانص. هنقول ما تنسوناش والله الاشتراك. بسم الله. لما تحبي، في ناس تقول لك انا لما بعمل البشاميل بتاع المكرونه بالبشاميل بتلتقاها ايه، ما تبقاش كل خرطه بخرطتها. عاوزه تخلصي قبل الفطار بيجي ربع ساعه عشان تبرد، هتلتقاها تتخرط معاكي وتبقى جميله قوي، وتبقى زي الكيكه بالظبط وانت بتقطعيها. دلوقتي البصل دي معايا. انا هاخد بس حاجه بسيطه لكبد والقوانص واركنه على جنب. انا ما بحطش الفلفل الا الاخر عشان يبقى فيه قرشه كده شويه اهوت. وبعد كده انا معايا كبد والقوانص، انا كنت سلقاها زي ما قلت لكم. فطبعا انا مش يعني ايه، كل حاجه تبقى مستويه، البصل مستوي وكل حاجه. مفيش الا الفلفل بس هو اللي هيتحط في الاخر. هحطه في طاسه تانية. ودلوقتي انا هحط الفراخ. بسم الله. الطاسه سخنه ان شاء الله. الفراخ مش هتجيب ميه ولا حاجه. انا بقى احط الفراخ الاول بس عشان كنت عاوزه بصل من ده دبلان شويه، فقلت اما اعمله البصل في الاول. شوف اهو ساعتها عشان الطاسه سخنه مفيش اي ميه خالص. بسم الله ما شاء الله. هنحط بابريكا وهنحط فلفل اسمر ونحط ملح وهحط بهار فراخ. بسم الله ما شاء الله اهي. معلقه صغيره من كل لون، ومعايا معلقه ملح صغيره برضو، وشويه بابريكا صغيرين. هنقلب كل ده واقوم حاطه الفلفل اهو. بسم الله. حط الفلفل.
احنا كده خلاص الفراخ خلصت استوت اهيت. الفلفل انا بحب اسيبه شويه، يعني لو عاوزه ادبليه دبليه، وبعد كده هتبرد ونقوم عاملين المكرونه ان شاء الله. البشاميل اللي خلصت معانا اهيت، خلصت معانا، هنسيبها تبرد. ما ينفعش ان احنا نحطها على المكرونه لما تكون بارده كده. هنسيب كل حاجه تبرد وبعد كده هنرجع نوريكم احنا هنعمل ايه. احنا كده خلصنا، هنسيبها بس تنشف حاجه بسيطه، وهنجيب المكرونه عشان نحط عليها البشاميل. انا هحط عليها شويه بشاميل الاول. تكون عاوزه تعمليها اعملي حاجه بدري، بس انا عشان مستعجله بقى، عشان انتوا عارفين ده ساعه فطار. احنا ايه، الصينيه اللي احنا هنعمل فيها اهم حاجه ان انت ايه، لسه في كميه المكرونه التانيه. طبعا المكرونه بتتسلق ازاي؟ عشان اللي ما يعرفش بتتسلق ازاي، في ناس ما بتعرفش. شويه ميه بتملي الحله وتسيبها لما تغلي، شويه زيت، شويه ملح، وبعد كده تقومي حاطه المكرونه تستوي، تمسكيها يعني تلاقيها استوت معاكي، بعد ما تتكع كده على المكرونايه وتلاقيها كده تبقى استوت حلوه قوي معاكي. حطينا المكرونه، هنحط بقى الفراخ والخضار. بسم الله ما شاء الله، عمل كميه حلوه وبتبقى حلوه قوي المكرونه ديت، ولادنا كلهم بيحبوها. كل الكميه هنفرغها اهي كلها، فردها فرده حلوه يعني، كلها ما تسيبش حته فاضيه عشان لما تيجي تقطعيها تحسي ان كلها مليانه. يا بسم الله ما شاء الله. لسه كمان اهو، مش هنسيب حاجه، كله هنحطه نفس طريقه الفراخ، نفس طريقه الكبر والقوانص اللي احنا هنعملها. انا حشت البصل يا دوبك، بس هعمل تقليبه بس بين الفلفل، وبعد كده نقوم ايه جايين حاطينها ونقوم عاملين الجلاش ان شاء الله. احنا كده هنحط البشاميل وانا مسخنه الفرن. بسم الله، نحط الكميه كلها ما نسيبش اي حاجه. كده احنا خلصنا الصينيه كده خلاص. هحطها في الفرن ولما تحمر هورجع تاني واوريها لكم ان شاء الله. انا دلوقتي عملت الخلطه، انا حطيت المكرونه في الفرن وعملت دايره الكبر والقوانص، نفس تتبيل نفس الطريقه بتاعت الفراخ. انا معايا زيت، معانا الجلاش الحلو ده، دي الصينيه اللي احنا هنعمل فيها. بسم الله، هنا الارضيه حلوه كده، زيت سمنه اللي عندي، والله بقى لو حته سمنه بلدي هيبقى احسن من كل ده. دلوقتي لازم تغطي الجلاش عشان ما ينشفش. بسم الله، كل ورقه لازم تدهنيها عشان تبقى ايه مورقه معاكي كده وبتبقى جميله. برضو هنعمل نص، يعني هو ده نص كيلو جلاش، هنعمل ربع فوق وربع تحت. بسم الله، ورقه كمان اهي. لازم تدهني كل بين ورقه ورقه وتظبطي كده عشان ايه يبقى حلو معاكي. بسم الله، هنحط كل ده وبعد كده هنحط لكم الحشوه ان شاء الله. احنا كده خلصنا الربع الاولاني، هنحط بقى الحشوه. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هنحط كل الكميه، ريحتها حلوه قوي، يعني مفيش اي في الكبر والقوانص ريحه اي زفاره.
مادام حطينا خل واحنا بنغسلها وليمون والحاجات ديت برضو، وهي بتستوى برضو على البوتاجاز، قمت حاطه لها برضو ايه شويه خل برضو في الميه. طريقه حلوه كده. خلاص ما عادش اي حاجه هنا، فرط كله ببعضه. انا جايين بسم الله. هنكمل الصينيه كلها بنفس الطريقه وهنرجع نوريكم هنعمل فيها ان شاء الله. احنا دلوقتي خلصنا، هنقطعها معاكم. بسم الله. اهم حاجه لازم السكينه تكون حاميه. شوفوا معايا، بعد هحطها في الفرن لمده 10 دقايق، وبعد كده اقوم جايه حاطه كوبايه لبن وبيضه، بس ما احطهاش في زي الوقت كده، لا، بعد ما تخش الفرن بتقعد لها كده 10 دقايق. بسم الله. السكينه كل ما تكون حاميه كل ما تكون حلوه. خلصتها هي. احنا دلوقتي على فكره احنا ما احناش في المطبخ، انا خرجت بره عشان اعملها، عشان ما حدش يقول ان انا يعني ايه كنت عامله حاجه بره وحاجه كده، فانا قلت ايه اما اقعد في الصاله شويه اعملها، وان شاء الله هدخلها الفرن، وبعد 10 دقايق هحط على وشها اللبن ان شاء الله، هوريها لكم برضه. انا معايا دلوقتي كوبايه لبن وبيضه، حطهم، وهنحط شويه فلفل اسمر بس مش كتير يعني عشان برضه الزفاره، ولو عاوزه تحط شويه ملح صغيره حط براحتك، بس انا مش هحط ملح. خلاص هنحط دلوقتي اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده هنحطه، نرجعه تاني الفرن وهنوريهولكم ان شاء الله زي ايه. احنا طلعناه من الفرن، ده الجلاش اللي معمول بالكبر والقوانص، ان شاء الله لما تجربيه هيعجبك قوي. وده بقى ايه صينيه المكرونه بالبشاميل معموله بالبتاع الفراخ، وصدقيني طعمها حلو قوي، ولما تجربها هتلاقيها احلى من اللحم. احنا ان شاء الله هوريكم، بس معلش المكرونه سخنه قوي، لو جيت ان انا دلوقتي وما عادش حاجه عن المغرب، لو جيت ان انا اقطعها هتلتقيها بسم الله ما شاء الله، يعني ايه شكلها مش حلو، فهي وكلنا عارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله ما شاء الله. شوفوا الحشوه والله جميله، بسم الله ما شاء الله، بألف هنا على اللي هياكلوه. طريقتها سهله وطريقتها حلوه، وان شاء الله هتعجبكم. وما تنسوناش والله كل الاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.